ان شاء الله احنا خاوه، احنا الجزائريين الكل كي سطايفي كي البرايجي، ان شاء الله اللي يكون مليح هو اللي يغلب. احنا برايجي ولا سطايفي رانا خاوه، وان شاء الله يعني تكون روح رياضيه والفايز فيهم صحته ان شاء الله. خاوه هذا هو الشيء اللي يجينا على جالو. خاوه ان شاء الله الميور كي كان. خاوتنا البرايجي يحبوا يجيو، مرحبا بهم في اي وقت، اهلا وسهلا، ما كان حتى مشكل خطركش ليها. نتمنوا اليوم تسود الروح الرياضيه، وان شاء الله كما يقول لك كي الميور كان ان شاء الله يا ربي. وخاوه احنا رانا مدينه واحده وعائله واحده. دايره خطير، يمر مداوي وسريع، قدم كره ل خالد باتجاه مداوي، خطير جدا، انطلاقه مداوي سريع جدا، مداوي دخول منطقه 18 متر، مداوي وضيع كره جديد، محاوله بينيه والمرور، الافضليه، دخول ضربة جزاء يقول الحكم السيد بومعزة بالقاسم بعد هذه المحاولة الخطيرة جدا والتوغل والكرة التي وصلت إلى منطقة العمليات البينية من خالد سقوط حتى من هناك، ثم التوغل من جانب بالوهم أعتقد فهي بوجلي الخطير جدا والمتواجد في المكان المناسب، تدخل من معيزة عادة بوجليد، محاولة للمرور، مرة بوجليد، تدخل من عادل معيزة، حاسمة هذه الكرة. جوي أنه في العديد من المرات أنقذ مرماه وأنقذ الوفاق بتدخلاته، أنصار الوفاق. المتابعة المثيرة جدا لهذه الضربة، ضربة الجزاء بالدقيقة 75 لمصلحة أهل البرج. من هو اللاعب المنفذ؟ أعتقد أنه لوصيف رقم 16، حاسمة ربما هذه الضربة، أو قد تأتي بأشياء جديدة. لوصيف يسجل في مرمى الجاوي سمير ويعلن عن تدوين الهدف الاول لمصلحه فريق اهل البرج امام وفاق سطيف في هذه القمه بحساب الدور 32 في الجزائر لموسم 2008. فزت المدرجات، فز انصار اهل البرج فوق مدرجات ملعب 5 جويلية. ذلك التنفيذ المحكم والقوي من مصيب يمنح الافضليه والاسبقيه لفريقه بباطن القدم وبقوة الزاوية العليا من مرمى الحارس والزاوية سمير. ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء لهذه الكرة عالية، راح الاتجاه ولكن كانت عالية، صعبة هذه الكرة. تغيير اتجاه، البحث عن المساحات الشاغرة لمصلحة أهل البرج، انطلاقة من يخلف التدخل على مداوي الخطير جدا، أصبح يلعب على الجهة اليمنى وبطاقة صفراء أولى للعفاوي عبد القادر. وجد صعوبة كبيرة في إيقاف الخطير مهداوي. فهي بالعرض البطيء من العفاوي، محاولة للمرور، تدخل على مهداوي الخطير جدا والسريع. وماذا يقول الحكم السيد بالقاسم بومعزة؟ بطاقة صفراء أخرى هذه المرة أو الثانية، نعم البطاقة الحمراء للعفاوي عبد القادر. طبعا كان تلقى بطاقة صفراء أولى، والبطاقة الصفراء الثانية معناها الخروج ومغادرة أرضية الميدان وترك طريق الوفاق يواصلوا اللعب في 10 لاعبين. هي قرار سليم، بطاقة صفراء ثانية مستحق المرور والتدخل من العفاوي. روح رياضية عالية حتى من اللاعب العفاوي عبد القادر، لا احتجاج ولا شيء. هذه هي الكرة، هذا هو السلوك والتصرف الرياضي الذي يجب أن يكون رد الفعل يكون رياضي. هو مسجل الهدف وفرحة كبيرة لدى أنصار أهل برج بوعريريش. فرحة الوصيف، فرحة أيضا نعاود نشوف اللقطة
كرة ونشوف نعاود نشوف الإعادة مرة أخرى بالنسبة للزملاء التقنيون المخرج وسي ناصف حتى نتأكد من هو مسجل الهدف. علي الهواري إذن هو مسجل الهدف، هدف ل0 داخل منطقة العمليات. والهدف الثاني من مهداوي يباغت الجميع ويتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20 من الشوط الثاني. تهتز المدرجات للمرة الثانية وفرحة كبيرة لدى أنصار أهلي برج بوعريريج. النتيجة ربما أصبحت مطمئنة لحد الآن بين قوسين بعد ما تمكن فريق أهلي برج بوعريريج بواسطة مهداوي من إضافة الهدف الثاني. مهداوي اللي انتظر الشوط الثاني للقطة معادة يتمكن رأسية من حشود. مهداوي دون مضايقة دون مراقبة فلت من مضايقة ويتمكن من مخادعة الحارس حجاوي سمير ويمضي الهدف الثاني. وفرحة كبيرة لمهداوي طبعا بهذا الهدف، ربما الهدف اللي راح يكون امل كبير في بقاء فريق اهلي برج بوعريريج في القسم الوطني الاول. هدف جميل وجميل جدا وفرحة كبيرة لدى عناصر اهلي برج بوعريريج بهذا الهدف اللي جاء في الدقيقة 20. فرحة مهداوي نزع القميص واتجه صوب الانصار. طبعا فرحة كبيرة بهذا الهدف رغم انه بذل مجهود في الشوط الاول وتيحت له العديد من الفرص، ولكن انتظر الدقيقة 20 من الشوط الثاني. توزيع ناحية الهجوم والتغطية من معيزة حداري خطأ والهدف هايلة والهدف من خدارة في الدقيقة 13. خطأ في دفاع فريق وفاق سطيف، تمريرة ذكية من مهداوي وخدارة في وضعية جيدة يتمكن من فتح مجال التهديف. وهكذا يتمكن فريق اهلي برج بوعريريج من الذي ارتكب على مستوى دفاع فريق وفاق سطيف في التغطية في التمريرة كانت خاطئة تماما. نشوف من معيزة وترك الكرة في الوقت اللي كان يطلب من الحارس الخروج، لكن مهداوي كان اسرع منه يوزع كرة الى الوراء وخدارة في الوضعية المناسبة يتمكن من وضع الكرة شباك الحارس حجاوي سمير في الدقيقة 13. وهكذا راح يكون له تأثير معنوي كبير على عناصر اهلي برج بوعريريج للدخول مباشرة في المباراة بعد مرور اقل من ربع ساعة. الهدف جاء في وقته ربما للمدرب ايضا عمار بوبترة، وهكذا يخادع خضر الدفاع بعد خطأ فادح من لكن اللاعبين كرة طويلة ربما خطيرة والهدف. كرة خطيرة والهدف. دربال يتمكن اذا بعد هذه الكرة الثابتة، دربال يتمكن من توقيع الإصابة الأولى وهدف الصبح في الدقيقة 10 بعد كرة ثابتة يلتهب على الهبة على إثرها المدرجات المكتظة عن آخرها بالجمهور البرايجي الذي تجاوب مع هذه الإصابة التي شوف انا كذا ماني شوف كماني طلب الكرة لكن هواري باغت الدفاع وضربها وكان موجود دربال في المكان المناسب عند دوزيام بوتو كما نقولوا هنا في القائم الثاني وين استطاع باش يسجل الهدف. كرة مسدد يسترجع الاهلي وسط الميدان يعتنون كوب ليشكل خطوره على دفاع فريق الوفاق وتدخل موفق من خالد. كان هناك سايح ويحاول تسديد ممتازة من اللاعب الشاب ساحي، وايضا ممتازة من كيال امامكم، صعوبة كبيرة وارتماء جميلة كلاكات ويحول الكرة. شوف الإعادة متعة وإفادة وكلاكات والحارس بدفاع فريق اهلي برج بوعريريج وانطلاقة أخرى على الجهة اليسرى من كوب جميلة منه والحكم يقول فيه خطأ.
كرة يصالح اهلي برج بواريريج اللي العناصر نتاعو اللي حد الان عناصر القاطرة الأمامية لوفاق الصيف. قلت دفاع منظم. غدارة يحاول وثقة بالنفس الآن من جانب الفريق الزاير اهلي برج بواريريج اللي يأتي في مباراة طيبة لحد الآن. حاج عيسى وضغط على حامل الكرة، ما يخليوش عناصر اهلي برج بواريريج الحرية لحامل الكرة، ما يخليلوش الحرية لتمرير الكرة، وبالتالي يجد صعوبة في تمريرها. نونكوب وخطر والهدف الأول من خطارة. إصابة الأولى والفريق أهلي برج بواريريج يأتي في مقابلة طيبة ويتمكن في الدقيقة 46 أي في الوقت بدل الضايع. خطارة يتمكن من توقيع هدف السبق وفرحة كبيرة. نونكوب كرة جميلة وخطارة في المكان المناسب وباليمنى يتمكن من إسكان الكرة في مرمى الحارس بن عبد القادر ووفاق الصيف لتصبح النتيجة هدف مقابل 0. شوط الإعادة باليمنى. نونكوب لم يتمكن منها المدافعين انتهوا وفاق الصيف، وخطر يتمكن من إسكان الكرة في شباك بن عبد القادر وفرحة كبيرة فوق مدرجات ملعب الثامن ماي 45. التعادل الخروج كانت غير موفق امام اللاعب فلاحيش اللي مكن فريق وفاق الصيف من تعديل النتيجه، والا لحد الان فهو قائم دوره كما ينبغي وسط الميدان لصالح الوفاق عن طريق البديل الاعمش الضيع منه خضاره ناحيه ممتازه ولا هدف ناحيه جارب ناحيه جارب ناحيه جارب من طرف جارب من جارب تمكن من توقيع الإصابة الثانية. جديد الاعتماد على الكرات الطويلة. رحو سليمان وكرة خطيرة، كرة مرتدة، انطلق مهدوي، خطير مهدوي، غافي مربع عمليته
ممتازة من الجانبين كاد أن يفعلها اللاعب مهدوي لولا براعة الحارس حجاوي. شوف انطلاقة من مهدوي وباليسرى يسدد، وحجاوي ببراعة كبيرة ينقذ الوفاق في الدقائق وفي اللحظات الأخيرة من هدف محقق. كاد مهدوي عن طريق هجمة معاكسة، عن طريق كرة مرتدة يسدد الكرة بقوة، وحجاوي بامتياز ينقذ الوفاق من هدف محقق في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. وسبق وأن قلنا أن الكرات المرتدة خطيرة وخطيرة جدا، وكاد أن يفعلها مهداوي لولا براعة الحارس حجاوي الذي أنقذ الموقف وببراعة وللركنية. من جديد حجاوي وإلى الأمام عاديكو وويلفريد عن نهاية هذا اللقاء المحلي، هذا الديربي. ينظر للساعة نتاعو ويعلن عن نهاية الديربي المحلي الذي يحمل رقم 15 بين الفريقين. التعادل كان سيد الموقف، 0-0 بين الفريقين.